بيبدأ فيلمنا مع شاب بيصحى من النوم في أوضة فاضية بالكامل. الشاب مش بيكون عارف هو فين ولا بيعمل ايه هنا. الشاب كان خايف جدا وبيفضل يدور على أي مخرج لكنه مش بيلاقي أي حتة يقدر يخرج منها. والأوضة اللي الشاب فيها بتتكون من حمام ودش بس وما كانش فيها مية حتى يقدر يشرب منها. وفجأة بيكتشف الشاب ده كمبيوتر بيصوره، والكمبيوتر بيقول للشاب يديله أمر فتح بث مباشر وموافقة منه. والشاب ما كانش فاهم حاجة خالص، والكمبيوتر فضل يردد كلمة مشاركة كتير. ففضل الشاب يحط أوامر على الكمبيوتر علشان يفتح بيها مخرج، لكن الكمبيوتر ما بيستجيبش لأي أمر. ففهم إن هو مش هيقدر يعمل حاجة علشان يخرج نفسه، وادى الشاب للكمبيوتر أمر المشاركة وبدأ البث المباشر. وبيعرف الشاب إن في عملات بتيجي من البث يقدر يشتري بيها أكل ومية. وبيفضل الشاب يسأل الناس اللي بيتفرجوا عليه لكن طبعا ما بيكونش في رد. فراح الشاب علشان يستخدم الحمام لكنه برضه ما لقاش مية، فبيطلب من الكمبيوتر مية، والكمبيوتر كان رده عليه إنه معهوش عملات وإن المية ب5 عملات. فبيزعل الشاب جدا لأنه عطشان ومفيش مية. وبينام الشاب وهو يائس على الأرض. وبعد شوية فجأة جاله عملات يقدر يشتري بيها مية، وفرح الشاب جدا وقام على طول يشتري المية وشرب الشاب وهو فرحان. وهنا بيفهم إن هو لازم يضحك الجمهور ويعمل أي حاجة تخليهم فرحانين أو يبين لهم إن هو محتاج. وفضل الشاب يرقص ويعمل حركات غريبة في الأوضة، وفعلا كان في دعم كتير جدا جايله وقدر إنه يجمع عملات كبيرة جدا، لكنه برضه ما بيقدرش يشتري أكل لأن العملات ما كفتش. والبث اتقفل وفضل الشاب يكتب أوامر على الكمبيوتر. وقدر الشاب إن هو يقفل الأنوار بتاعة الأوضة خالص وبيروح ينام على الأرض. وبعد شوية بيصحى الشاب من النوم والكمبيوتر بيفكره بالبث وإنه يعمل مشاركة. وبيفتح الشاب البث وبيبدأ يتكلم مع الجمهور وبيدخل الدش يستحمى وهو عريان، وده اللي بيخلي عملات كتيرة تجيله. وبيفرح الشاب جدا وبيشتري على طول أكل، لكن اللي بيخليه بيتعصب إن اللي بيدخل له أكل كلاب. فبيفضل يزعق الشاب قدام الكمبيوتر وبيفضل يشتكي ومش بيكون عارف هو إزاي هياكل أكل الكلاب ده، لكنه في الآخر قرر إنه ياكله لأن ما عندوش أي حاجة تانية تتاكل. وقعد الشاب قدام الكمبيوتر وكل زي الكلاب، وده كله علشان يقدر يجيب عملات تانية من المشاهدين. وبيفضل مكمل في اللي بيعمله وبيجيله عملات تانية وبيكون عاوز يشتري هدوم، لكن العملات اللي معاه مش بتكفي وبتتاخد فجأة منه العملات وبينزل له ملابس داخلية للنساء. فبياخدها الشاب وبيقرر إنه يعمل بيها عرض قدام البث. ولما بيجي وقت النوم بنشوف الشاب منهار من البكا. في اليوم التاني قرر الشاب إن هو يعمل كل اللي يقدر عليه علشان يجيب عملات تقدر تخليه يعيش. وبنشوفه وهو بيرقص للداعمين وبيعمل أي حاجة وبيفضل يعمل حركات عبيطة جدا علشان يجيب عملات. وفعلا بيجيله عملات كتيرة وبيقدر يشتري تيشيرت، وكل شوية كانت بتجيله النقط أكتر وأكتر. وكل يوم كان رصيده بيزيد وبيقدر إنه يشتري أكل أنضف ومرتبة ينام عليها وهدوم تانية ومكان حلاقة. ده كمان اشترى كحول وحاجات كتيرة. وفي يوم كان الشاب شارب كحول كتير جدا واتعصب جدا وفضل يضرب في شاشة الكمبيوتر اللي قدامه. وفجأة المكان كله الكهرباء فصلت منه، وحاول الشاب يشوف الفتحة بتاعة الأكل لو كانت لسه سليمة، لكنه لقى كل حاجة متعطلة. فبيتجنن الشاب وبيحاول يسحب شاشة الكمبيوتر علشان يشوف أي مخرج، لكنه برضه ما بيلاقيش أي مهرب من الأوضة. واتعصب الشاب جدا ووصل لأقصى مراحل اليأس. والشاب بيعتذر للكمبيوتر وبيطلب منه يرجع يفتح تاني، وبيفضل قدام الشاشة يتحايل على الكمبيوتر يفتح، لكن الكمبيوتر مش بيفتح. وبيحزن الشاب أكتر لأنه كده خلاص مش هيلاقي أكل ولا أي حاجة تانية يقدر يعيش بيها. وبينام الشاب وهو زعلان جدا. وبعد شوية بنلاقي الكمبيوتر بيتفتح وبيكون في الكمبيوتر بس الواحد عجوز برضه، وبيتكلم العجوز مع الشاب وبيطلع إنه عادي يتكلموا مع بعض. وبيقوم بسرعة الشاب وبيتكلم مع الراجل العجوز، وكان شاكك الشاب في الراجل العجوز إنه من ضمن الناس اللي خاطفينه، لكن العجوز كشف له إن هم زي بعض وإنه صحي لقى نفسه في المكان ده. وغير كده بيكشف له إن في كتير جدا غيرهم، وإن كل ما يوصل لمستوى معين في البث بتاعه هيقدر يتكلم مع ناس أكتر. ولكن الشاب كان لسه برضه شاكك فيه، لكن الكلام مع الراجل فهمه إن هم زي بعض وإنهم مخطوفين كلهم. وزهق الشاب أصلا من الراجل العجوز لأنه بيتكلم كتير جدا، وده غير إن هو بيحكي قصص طويلة. وفهم الشاب إن ده اللي بيجيب عملات للراجل العجوز. بالليل نام الشاب وهو زهقان من الراجل العجوز وصحي على صوت العجوز وهو بيكح، وقام على طول يسأله لو صحته تمام، فعرفه إن هو تمام. وقعد الشاب قدام الكمبيوتر وفضل يكتب أوامر مختلفة. وفجأة بيكتشف باقي البثوث بتاعة الناس اللي زيهم، وعرف إن في دروس رقص في البثوث دي ودروس طبخ وأكتر من حاجة بتتقدم في البثوث دي. وكان كل بث ليه رقم معين يميزه عن البث التاني. وكان مركز الشاب مع بنت جميلة بترقص يوجا في البث وباين عليه إنه عجب بيها، وفضل كل يوم يتفرج عليها ويبعت لها دعم. وكان برضه هو والراجل العجوز كل يوم مع بعض وعلاقتهم بتتحسن وبيتعلموا مع بعض حاجات يقدروا يعملوا بيها محتوى. لكن في يوم العجوز قال له إنهم مش هينفع يفضلوا في المستوى ده، وإنهم بالشكل ده مش هيلاقي داعمين ليهم ولازم يغيروا محتواهم خالص علشان يجيبوا مشاهدات تانية. ففعلا بدأوا يغيروا المحتوى ويجي لهم عملات. وفي يوم كان الشاب عيان جدا واشترى دواء، لكنه بالغلط وهو بيشتري دخل بشاشة الكمبيوتر على أوضة واحدة في نفس مستواه. والبنت كان رقم بثها 11 وكانت بتستحمى، فعلى طول حطت الفوطة على جسمها وفضلت تهزق في الشاب. وكانت هي كمان مفكراه هو اللي خاطفها، لكن الشاب فضل يحلف ويقسم ان هو مخطوف زيها. وجاب لها الراجل العجوز كمان علشان تتأكد. وفعلا البنت اتأكدت ان هم زي بعض كلهم. وبتسألهم البنت لو كانوا حاولوا الهرب من الأوضة بتاعتهم قبل كده، لكنهم عرفوها ان هم ما جربوش حتى. فقالت لهم البنت ان هي هتكمل في ابحاثها وانها هتفضل تدور
بتبحث عن ثغرة أمنية في النظام وهتحاول تشوف أي مهرب، لكن الشاب بيعرفها باللي حصل له لما فكر إنه يخالف النظام، وعرفته إن هي هتكمل في اللي بتعمله مهما حصل. والراجل العجوز اتعصب عليها وقال لها توقف اللي بتعمله، لكنها برضه كانت مصرة وقال لها إن هم ممكن يتأذوا كلهم، فما سمعتش كلامه وتعصب الراجل العجوز. وطبعا كل اللي بيحصل ده والبث مش شغال قدام الناس، ودي محادثة بينهم هم بس. وبيقول لها الشاب إن هم هنا أحسن بكتير من بره، وبيفضل يقنع فيها إن العيشة في الأوضة أحسن ما يخرجوا للحياة مرة تانية، لكن البنت مش بتكون مقتنعة بكلامه خالص، وكان اللي في دماغها عاوزة تنفذه بأي طريقة. وبتمر الأيام وكان كل يوم الراجل العجوز والشاب بيعملوا عروض مختلفة في البث، والعروض بتاعتهم مستواها بيبدأ يترفع، وكل واحد فيهم بيجيب حاجات جديدة للأوضة بتاعته زي سرير جديد وحاجات يعيشوا بيها. لكن البنت حالتها كانت كل يوم بتسوء عن اليوم اللي قبله، وكانت عاوزة تخرج من الأوضة بأي طريقة، على عكس العجوز والشاب اللي كانوا حابين الأوضة جدا وكانوا عاوزين يقنعوها بأي طريقة إن هم خلاص لازم يتأقلموا على حياتهم الجديدة. وفي يوم من الأيام بنشوف العجوز بيقوم من النوم وهو بيكح بشدة، وبيقع العجوز على الأرض من كتر التعب، وبيقوم تاني وبيجري العجوز على شاشة الكمبيوتر، لكن وشه بيلزق في الشاشة وبيدخل العجوز في حالة شلل تام. وكان بيحاول الشاب والبنت يساعدوه، وبيطلب الشاب من المشاهدين يساعدوه بأي حاجة بسرعة، وبتحاول البنت تساعده وبتستخدم أوامر وثغرات اكتشفتها على الكمبيوتر، وده علشان حتى تحاول تفتح له مخرج يخرج منه. وبدل ما البنت تساعده بتكتب أمر إن النار تتفتح في الأوضة كلها، والاتنين اتصدموا لما النار اتفتحت في كل حتة في الأوضة، وبيشوفوا الراجل وهو بيتحرق وكل حاجة في أوضته بتتحرق معاه، والاتنين كانوا مصدومين ومش عارفين يعملوا أي حاجة للعجوز، وبيتعبوا من المنظر اللي شافوه، ومن كتر حزنهم على العجوز واحساسهم بالذنب مش بيفتحوا لايفات تاني، وبيفضلوا اكتر من اسبوع حاسين بالذنب للعجوز، ومحدش فيهم بيقرب للكمبيوتر ولا بيفتح بس حتى. وفي يوم حاول الشاب يخفف على البنت احساسها بالذنب، وقام عامل لها عرض بالعرايس اللعبه، وفعلا خلى البنت تتبسط شويه، وطلب منها ان هم يرقصوا ويسكروا، وكل واحد فيهم بيشرب الخمره من اوضته قدام التاني، وبيفضلوا الاثنين يرقصوا قدام الكاميرا وهم مبسوطين. وفي اليوم التاني صحي الشاب من النوم، والشاب عرف البنت انه خلاص بقى موافق على الخطه بتاعتها، وانهم فعلا لازم يخرجوا من المكان ده، ولكن قبل ما يخرجوا لازم يكلموا طبعا باقي الناس اللي محبوسين زيهم. وفتحوا بس وبدا الشاب انه يتكلم، والشاب بيقول في البث عن النظام بتاع الاوضه، وان ساعات النظام بيظهر فيه اعطال ممكن يخلص على حد فيهم، وان لازم كل اللي مخطوفين زيهم يتجمعوا ويحاولوا يخترقوا النظام. وبعد شويه اتصلت البنت اللي بتدرس اليوجا بالشاب، وقالت له البنت انها عجبت بالكلام بتاعه جدا وانها بتشجعه، وبتروح مدرسه اليوجا بتنام وتسيبهم. وبنشوف ان في اكتر من واحد مخطوف برضه عجبه كلام الشاب، وكلهم كانوا معاه وبيدعموه. وفي اليوم التاني مدرسه اليوجا بتصحى وبتكلم الشاب، وبتقول له ان هي مش مقتنعه بفكره الخروج من الاوضه، وانه بيعمل حاجه ليها قيمه زي ان هو بيضحك الناس وليه يهرب من مصيره. وكان الشاب مش فاهم هي عاوزه تقعد ولا تخرج من الاوضه، وطلبت منه البنت يتمرن معاها يوجا، ووافق الشاب. لكن بعد شويه بتدخل البنت اللي عاوزه تهرب من الاوضه في تدريبهم، وطلبت منهم ان هم يفتحوا بس او يدوروا على اي حاجه ممكن تساعدهم في الهرب. وبنشوف ان خلال مده قصيره جدا قدرت البنت انها توصل لاكتر من شخص مخطوف غيرهم، وعرفت ان الاوض بتاعتهم على بعد ومساحات مختلفه من بعض، وقدرت كمان انها توصل لاوامر تخليها تتحكم في انظمه التهويه والتحكم في حيطان الاوضه. وقررت البنت انها تعمل خريطه للمكان علشان تحفظ كل الاوض. وبنلاقي بعد المده دي ان الشاب ما بقاش متحمس للهرب زي زمان، وبنعرف ان مدرسه اليوجا هي اللي مالت دماغه ان هو يفضل في الاوضه. وطلب الشاب من البنت ان هي توقف اللي بتعمله، لان الناس اللي عايشين في الاوضه حياتهم عاجباهم، وان في ناس لقت حياه مختلفه عن العالم هنا. لكن البنت اتعصبت لانهم كانوا واعدين بعض ان هم كانوا لازم يخرجوا سوا، والبنت قصت شعرها قدام الشاب، ودي علامه من علامات التمرد، وقالت له ان هي هتكمل وهتخرج من الاوضه مهما حصل. وبالليل كانت مدرسه اليوجا بتلعب، وده اللي خلى البنت اللي بتحاول الهرب ما تعرفش تنام، فالاتنين بيتخانقوا مع بعض، ودي عاوزه تتمرن ودي عاوزه تنام، والموضوع بيكبر ما بينهم اكتر، لدرجه ان البنت اللي عاوزه تهرب بتقول لمدرسه اليوجا انها بتلعب بعقول المخطوفين، لانها مش عاوزاهم يهربوا من الاوض اللي هم فيها، ولا حتى فكرت تقول لهم ان هم يدوروا على اي مهرب زي ما هي بتعمل. وبيقوم بسرعه الشاب لما بيسمع الخناقه ما بينهم، وبيحاول يهديهم هم الاثنين، لكن الاثنين مش بيهدوا، وعرفهم ان هو هيعمل حاجه. وبيفتح الشاب لايف وبيقول لكل المخطوفين يبعتوا له عمله واحده، وعدد المخطوفين كتير جدا، ولما يبعتوا عملات كتيره بالشكل ده النظام هيحصل فيه خلل، وممكن ان هم يتحكموا فيه ويلاقوا المخرج بتاعهم. لكن مدرسه اليوجا بتقول عليه حرامي، وانه بيحاول يستغل الناس، وده علشان يجمع عملات. ولما الفلوس بتبدا تتبعت مدرسه اليوجا بتتعصب اكتر، وبيتخانقوا كلهم مع بعض، وبتكتب البنت امر على الكمبيوتر بتخلي اوضه مدرسه اليوجا ينزل فيها مطره، لكن بدون قصد البنت بتكتب امر غلط خالص، وبنشوف ان الامر ولع في اوضتها زي الراجل العجوز، وبتبدا البنت انها تتحرق قدامهم، وبتموت البنت محروقه، وشاشه الكمبيوتر بتاعها بتتقفل، وبيقع الشاب منهار على الارض من المنظر، ومش بيكون مصدق اللي حصل. لكن فجاه في باب بيتفتح من وراه، وبيكون الباب ده هو المخرج الوحيد، وبيطلع ان العملات عملت فعلا خلل في النظام زي ما هو توقع، ومش بيكون الشاب مصدق اي حاجه من اللي بتحصل، لكنه بيفرح جدا ان هو خلاص هيقدر يهرب. وبيقوم يبص على الباب وبيلاقي الشمس طالعه، وبيرجع بسرعه تاني لقدام شاشه الكمبيوتر علشان يقول للناس ان هم نجحوا اخيرا وخطتهم نجحت. لكن فجاه الباب اللي اتفتح وراه بيرجع يتقفل تاني، وبيتصدم الشاب لان المخرج اللي هيقدر يهرب منه رجع واتقفل تاني، وبيقف الشاب في حاله من
الصدمة لأنه رجع لنقطة الصفر من أول وجديد وبيخلص في المنى. لو عجبك الفيلم ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.